الكلمة لزميلي الأستاذ بليلة عفيف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس المجلس الشعبي بالنيابة، السيدة الوزيرة المحترمة، السيد الوزير المحترم، أعضاء لجنة المالية، السادة والسيدات النواب، إطارات الدولة، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية السيد الوزير وفقك الله وقوى الله ظهرك إن شاء الله في هذه المهمة. ثانيا، أترحم على كل ضحايا إرهاب الطرقات عبر الوطن، وأترحم على كل من فقدناهم جراء حوادث متفرقة، وأترحم كذلك على ضحايا الحادث الأخير الذي حدث بالأمس تماما في الطريق والموضع الذي وصفناه بطريق الموت، وهو الطريق الوطني رقم 6. وكنا قبل 3 أيام فقط قد تكلمنا من هذا المنبر على نفس الطريق، وإن لم تستجب الحكومة لهذه النداءات وتخصص الأموال الكافية لهذه الطرقات سنشهد المزيد من الأرواح تزهق لا قدر الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لأنهم كل ما يتكلموا راه بيقولوا لنا راهي حابسة عندك يا سيد الوزير، هاي الأمور مجمدة من عند المالية. وبالأمس القريب كذلك حقل من نخيل قد تم حرقه وقد تم شب فيه حريق، والسبب كذلك عدم بعد الحماية المدنية، والسبب كذلك هو تجميد المراكز المتقدمة للحماية المدنية بولاية أضرار. أما بخصوص القانون الذي بين أيدينا اليوم، وهو قانون تسوية الميزانية الذي يعد آلية من آليات الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة السنة المالية -3، والتي نأمل ونطمح للوصول فعلا إلى -1 فقط في القريب العاجل. وإذ نسعد بدور مجلس المحاسبة الذي يعتبر كشريك رقابي هو أيضا، وندعو إلى إعطائه المساحة اللازمة لترقية أدائه والقيام بدوره المنوط به على أكمل وجه، فإننا نسجل ملاحظاتنا التالية. نوصي بأن ترفق تقارير مجلس المحاسبة والميزانية بقائمة توضح توصيات المجلس التي تم التكفل بها والتي لم يتم التكفل بها مع التبرير، حتى لا تبقى التوصيات مجرد آراء. نلاحظ كذلك أنه خلال السنة تلجأ الحكومة إلى تحويل اعتمادات المالية، إذ بالرغم من أن البرلمان قد صادق على قانون المالية 2019، لكن هذا الباب من المسكوت عنه. لكن احتراما لدور البرلمان يجب أن ترجع الحكومة إلى لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني وعرض هذه التحويلات قبل تحويلها، مع العلم أن كثرة التحويلات يعتبر مؤشر على سوء التقدير والاستشراف مع كل أسف. سجلنا كذلك ضعف شديد في التحصيل، بحيث نرى أن بواقي التحصيل بلغت أكثر من 13 مليار دينار، أي ما يفوق تقريبا أكثر من 100 مليار دولار حسب سعر الصرف 2019. وهذا ما يترتب عنه إعادة النظر في طرق التحصيل، ولا بد من توحيد الجهة القائمة بتحصيل بواقي التحصيل، غرامات، عقوبات، مخلفات، حتى يزول التناقض بين وزارة العدل ووزارة المالية بهذا الخصوص. ضرورة إشراك أيضا المحضرين القضائيين في التحصيل الضريبي سعيا لنجاح أكبر، مع إعادة النظر في طريقة مكافأة أعوان التحصيل الضريبي من أجل تحفيز أكبر. بخصوص مخططات البلدية للتنمية (PCG) نسجل الملاحظات التالية بخصوصه: النظرة الدونية للمجالس المحلية المنتخبة على اعتبار أنها غير قادرة على القيام بصلاحياتها. أيضا ضآلة قيمة رخص البرامج واعتمادات الدفع للمخططات البلدية للتنمية مقارنة بميزانية التجهيز، فهي لا تمثل سوى 3.8 من رخص البرامج. وعند تقسيم المبلغ نجد أن نصيب كل بلدية حوالي 6.5 مليار سنتيم، إضافة إلى أن توزيع الاعتمادات على البلديات لا يخضع لمعايير محددة وموضوعية وواضحة. بالنسبة لميزانية التجهيز نلاحظ أن المشاريع يتم إطلاقها دون دراسة حقيقية، مما يضطرنا إلى إعادة تقييم. فنلاحظ قطاع الفلاحة قطاع حساس، استهلكت حوالي 4 مليار دينار فقط من مجموع 13 مليار دينار. أما بالنسبة لبرنامج تنمية الهضاب فلم تستهلك سوى 3% من ميزانيته، و2% بالنسبة لبرنامج القطاعي لتنمية المناطق الجنوبية. أعلاه يا سيدي أعلاه.
نلاحظ غياب التفصيل التام للملحقات التفسيريه ولايه بولايه. ماذا بينا نعرفوا كل ولايه شحال الدراهم اللي عطيتوها، شحال استهلكت، شحال كل ولايه وشحال الباب اللي تصرفت فيه. بخصوص منحه المنطقه لا بد من تحيينها الى شبكه المرتبات الى عام 2007 بدل من 1989، لانه عندما نجد ان الضرائب من برومي جونفي بعد مصادقه قانون الماليه تطبق مباشره. زيدونا لك 3. تفضل سيدي. في الأخير أن الاعتماد في إعداد الميزانية على تقارير دولية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مثلا دون الرجوع إلى دراسات محلية حقيقية مبنية على أرقام دقيقة وبدون رقمنة قطاع المالية، الضرائب، الجمارك وغيرها من القطاعات سيسقط لا محالة في سوء التقدير وسوء التسيير. نتمنى أن توزع الاعتمادات المالية بطريقة عادلة وحقيقية مبنية على العلم الدقيق والفهم العميق والتسيير الراشد الحذق. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم. شكرا.